السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وجميلة وحاجة ببلاش كده. مش هتكلفك اي حاجة نهائي. بيقولوا عليه الحمام الكذاب. بصراحة عجبتني الوصفة وقلت اما اجربها معاكم. طعمها هايل بصراحة، جميل جدا. والاجنحه هي من الاجنحه بتاعه الفراخ، والاجنحه يعني انا عندي ما كانوش حد بياكلها، كنت برميها بصراحه. لكن لما جربتها بالطريقه دي عجبت الولاد جدا. هعمل لها خلطه عاديه جدا، زي ما كنت بنحشي الفراخ او بنحشي الحمام. هنغسل كبده، واحده كبده وقوانص من بتاعه الفرخه نفسها، وهقطعها زي ما انت شايفه كده. واول ما تاخد لون هنزل عليها ببصلايه متوسطه. مجرد البصلايه ما تدبل هحط عليها ضمتين من الرز. انا مش بكتر لان الاجنحه مش بتاخد معايا حشو كتير. حطيت الرز زي ما انت شايفه، وحطيت عليها فلفل اسمر وملح، وهحط معاها كمان الحاجه اللي بتديها طعم خرافي، معلقه من التوم. معلقه التوم دي بصراحه بتنقلها نقله تانية خالص. هقلبها تقلبتين اتنين بس، وبعد كده هنزل عليها بحوالي نص كوبايه من الميه. مش هزود ميه لانها هتكمل سوا جوه الاجنحه كمان. زي ما انت شايفه كده الاجنحه انا خليتها وطلعت منها العظم بتاعها زي ما انت شايفه كده. الحته اللي تحت دي طبيعي مش بتتخلي، يعني عايزه تشيليها شيليها، عايزه تخليها. انا سبتها يعني في بعض الوحدات من الاجنحه شلتها منها، لقيت شكلها مش عاجبني فسبت الباقي بصراحه. هبدأ بقى زي ما انت شايفة كده احط جواها الخلطة اللي انا عملتها بتاعت الرز. هنا طبعا هتقولي انا هحطها جوه الشوربة، هيطلع طبعا الكلام ده منها، هيطلع الرز. انا شفت في بعض الوصفات كانوا بيحطوها في ورق استرتش وبعدين في ورق فويل. الكلام ده كله معجبنيش بصراحة. انا عندي اكياس حرارية، هحطها جوه الكيس الحراري. ديت الرقبة بتاعت الفرخة، بيبقى الرقبة عليها الجلد كده، بطلعه زي ما انت شايفة وبقى خيطه من تحت وبحشيه، بيبقى طعمه جميل جدا. حطيتهم دول لوحدهم من بره، وحطيت كمية الأجنحة اللي أنا عملتها كلها في الكيس الحراري، وهي هديله نغزتين بس كده بالسكين عشان يدخل المرقة جواه، تدخل المية، والأجنحة كمان تنزل المرقة بتاعتها وتعمل لي شوربة في منتهى الجمال. وكده تقريبا أنا خلصت الوصفة بتاعتي. بس اللي تابع معايا واللي ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك في القناة وتدعم زر الجرس، واحلى لايك منك علشان الفيديو ينتشر. الأجنحة دي يا جماعة أنا مش شارياها ولا حاجة. كل ما بيبقى عندي فراخ، فرختين تلاتة أقل أكتر، بشيل الأجنحة بتاعتهم لحد ما بعمل كمية وبعملها وجبة زي كده. في منتهى الجمال والله، عجبت الولاد جدا جدا جدا. جربيها ومش هتندمي. وبس خلاص، بعد ما استوت حمرتها وبقت بالشكل الجميل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.